اللي جايبه الناس على فكره. الحكومه لا جابت حاجه ولا في الموش حرب طلعت ولا في اي حاجه طلعت. مفيش حد جاب الناس ديت غير المراكب بتاعه الصيد بتاعه الاهالي. مفيش حد طلع من الجيش ولا اي حاجه طلعت ولا الحكومه اتحركت في اي حاجه. الناس الصيادين اللي جابوهم واحنا عايزين نطلع نجيبوا ناس مش راضيين يطلعونا. المركب اللي احنا فيه عايزين نطلع نجيبوهم ندوروا مع الناس على ناس غرقانه وناس ميته ما حدش راضي يطلعهم. موقفيننا اهو. كده بيبداوا يحركوا الناس عشان ياخدوهم بقى ايه. يودوهم في حته تانيه يهربوا من حته تانيه. عشان الرحله دي فشلت. الناس اتحركت اهيت. اللي ميت هيروح على الاسعاف والحي هيروح بقى يتحقق معاه وكده. وادي المركب التاني اسمه الجارية 2 جاي اهوت محمل وكمان. لا في حكومة جايبة حد ولا في لونوش حربية جايبة حد ولا بتاع. اللي جايبين الناس المراكب بتاعة الصيد اهم. عشان بس الاعلان دلوقتي هيقول لك بقى احنا جايبين قامة القوات البحرية وقوات الجيش وقوات الشرطة والبلد بحالة جاية. المركب التاني جاي اهوت الازرق دهوت داخل فيه 100 واحد فيهم 10 ميتين. ادي المركب التاني. ادي المركب التاني دخل محمد وكمان. صور الجريكة ناخد الفيديو. الناس دي كلها كانت في مركب واحد. المركب اللي غرقان مركب واحد مش 10. مركب اصغر من ده كده فيه 550 واحد ماتوا. 600 في ناس بتقول لك 600 كمان. ده هم حيين والباقي كله مات والباقي مش لاقيينه الناس. واهو اديكم ممكن سامعين الناس بتتكلم متفرجين. النهارده يوم 21/9/2016 يوم الاربعاء عشان ما يقولوش الفيديو مفبرك والحوارات اللي حصلت قبل كده. لو الجماعه العساكر يعني راكبين اللانش ده يعني بيعملوا حكايات كده يعني واقفين يعني. اما احنا واقفين مش راضيين يطلعونا عشان نروح نجيب بقيه الناس من المايه من هناك.